تعلم السحر للمبتدئين. وبهذا الفيديو بدي اعلمكم من اقوى الحركات السحريه، كيف تاخذوا اي عمله نقديه تشرطوها وترجعوها مثل ما كانت للمبتدئين او حتى للمحترفين. الحركه هي من اقوى الحركات يلي ممكن تتعلمها لو انك انت مبتدئ. مثل ما عم تشوفوا بهذا الفيديو شقيت طرف المصاري او العمله النقديه يلي معي، وراح تشوفوا كيف بحركه سحريه ممكن ترجع مثل ما كانت ولا كانه مشروط منها اي قسم. كيف هذا الشيء صار وكيف وشلون راح تتم هي الحركه هلا راح نتعلمها كلياتنا. بس قبل ما نروح للشرح لا تنسى انك تحط لايك لهذا الفيديو، بس كبستني على الشاشه حط لايك لهذا الفيديو وتابعني ويلا نشوف الشرح. كل يلي عليك تساوي انك تجيب اول شيء وتختار اي عمله ورقيه، بس بدك تدير بالك لانه فعليا راح ينشرط منها قسم. هلا راح تشوفوا كيف. راح تطعج المصاري بهذا الشكل وتشرط مثل ما عم تشوف انت قسم من المصاري، بس هي فعليا انا ما شرطت ولا حطيت شيء بتمي ابدا لانه الشقفه لساتها بمطرحها. كيف وشلون راح اورجيكم اياها من الزاويه الثانيه. بمجرد ما شقيت انا قسم ورجعته شوي لورا فبوهم اي شخص قدامي باني انا شقيت هذا القسم عن جد. طيب كيف بدنا نكمل هذا السحر؟ هلا راح تشوفوا كيف. بعد ما انا شرطت هذا القسم واوهمت كل العالم انه انا شرطته وعن جد هي العمله اختربت، راح احاول اني ساوي على الشكل التالي. انكم تحاولوا يا تحطوا المصاري بتمكم مثل ما انا سويت باول الفيديو، او حتى تفتحوا المصاري بهذا الشكل. القسم اللي قدام بتفتحوا لورا وبتشدوا المصاري بهي الطريقه لحتى تبين ما في اي خدش او حتى اي شرط. وشكرا للجميع.